بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الخبيز اللي احنا بنخبزه دلوقتي في ايام عيد الضحية، حبيت ان انا اشارككم طريقة عمل الخميرة البلدي على طريقة الاجداد. شوفوا الخميرة عاملة ازاي. الخميرة دي بنعملها من مكونات موجودة في البيت، كلها مكونات طبيعية، بعيدة عن الخميرة البيرة، بعيدة عن الخميرة الفورية والمواد الكيميائية اللي بتتحط في الخميرة الفورية، اللي هي الخميرة السريعة اللي بنحطها في العجين على طول. دي خميرة بتعمليها من عندك من البيت، من مكونات موجودة في كل بيت عندك. بصوا الخميرة، بصوا بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي. تعالوا اقول لكم بنعملها ازاي. بنعملها بثلاث مكونات بس. اول مكون هو النخالة او الردة بتاعة الجمح. لما بنطحن الجمح بتجيلنا الجمح، بيجي بعد الطحن بيبقى الدقيق لوحده والنخالة لوحده. فانا هاخد مج من النخالة، ملي مج او ملي فنجان الشاي من النخالة، هحط عليه 3 معالق سكر. هتقولوا لي طيب ليه سكر؟ هقول لكم السكر علشان بينشط عملية التخمر، بينشط معايا عملية التخمر. زمان اجدادنا ما كانوش بيحطوا سكر علشان الجمح كان مختلف، كان في بركة كده. فهنحط بعد كده، بعد ما حطينا مج النخالة عليه معلقتين من السكر، هحط عليهم المية المغلية. المية لازم تكون مغلية على طول، يعني تاخديها من على البوتاجاز تكبيها زي ما عملناها في خميرة اللبن. لما كبينا اللبن على الحمص كان اللبن مغلي، وكان اللبن يا دوب شلته من على النار كبيته على الحمص على طول. نفس النظام هنا، شلت المية من على النار كبيتها. شايفين البابلز اللي طالعة دياتي والفقاعات اللي طالعة دي بتاعت المية المغلية. بعد كده بقفل البرطمان بسرعة، ما بملاش البرطمان كله، بملى 3/4 البرطمان بس. شايفين عملية الفوران جوه المية بتغلي فنزلت على النخالة. بعد كده بلفه كويس وبغطيه كويس وبحطه في مكان دافي لمدة 24 ساعة. الخميرة دي مش خميرة سريعة، الخميرة دي من الخماير اللي احنا بنعملها في البيت، بس بتطلع في 24 ساعة، ما بتقعدش بالتسعة ايام زي ما في بعض الناس بتعمل الخماير تقعد بالتسعة ايام. ده شكلها بعد مرور 24 ساعة. النخالة فصلت عن المية، النخالة طلعت فوق والمية نزلت لتحت. المكان اللي انت هتحطيها فيه لازم يكون مكان دافي، مكان دافي جدا وبعيد عن ايديكي، وتكوني مغطياها كويس ومدفياها كويس. بعد كده بتصفيها وبتاخدي المية بتاعتها، بس المية بيبقى ده شكلها، بتبقى عملت رغاوي وعملت ريم وفوم عالي. تمام، يبقى انت كده برضو الخميره بتاعتك ناجحه. لو انت حاطه كميه النخاله قليله والميه كتيره، النخاله ممكن ما تطلعش لفوق. المهم ان تاني يوم بعد 24 ساعه لما بتلاقي الميه ريمت بالشكل ده، بتبقى انت خلاص كده الخميره بتاعتك نجحت. بسم الله ما شاء الله، سمي الله واعملي ايه بقى، صفي الخميره من النخاله. النخاله دي انا مش برميها، اللي بتطلع من الخميره انا بكبها للفراخ، بحطها للفراخ وللطيور عندي. دي افضل من الخميره البيره. تمام، بتديهم مفعول. الخميره البيره بتنشط او الخميره اللي هي اللي احنا بنحطها للفراخ، الفراخ البيضاء او للفراخ البلدي، بتخلي تنشيط البكتيريا النافعه فين، في امعاء الفراخ. بعد كده بعد ما بصفيها وباخد الميه، بحط عليها ملي بوله من او كوبايه من الدقيق. شوفي الدقيق اللي انت هتخبزي بيه وحطي عليها، بحيث ان هي تبقى معاكي عامله زي عجينه الزلابيه. شايفين عارفين عجينة الزلابية، العجينة الطرية خالص دي الناعمة، هي تبقى معاكي كده زي عجينة الزلابية بالظبط. بعد ما بتعجنيها كويس بتغطيها بكيس وبتشيليها في مكان للاختمار، تشيليها لمدة 45 دقيقة أو ساعة. هتلاقي إن بعد ساعة، بصي الخميرة بتاعتك اشتغلت ازاي وبقت نشيطة ازاي. بسم الله ما شاء الله. الخميرة دي بتعملي بيها العيش الشمسي، بتعملي بيها العيش الظلي، بتعملي بيها البتاو، بتعملي بيها العيش المصري، او يعني اي نوع من انواع العيش اللي انت عايزه تخبزيه. حتى الفينو، لو انت بتخبزي فينو، بتخبزي توست، بتخبزي اي نوع من انواع المخبوزات محتاجه خميره، انا بنصحك انك تستعمل الخميره البلدي اللي بالشكل ده. بصوا الارتفاع كان فين ولما هزيتها نزلت لحد فين. طب انا بعجن بيها كده على طول؟ لا، انا بتجلها تاني بعجينه تانية بدقيق تاني، بتجلها تاني. كل ما
الخميرة ديات الخماير الطبيعية كل ما بتحطي لها دقيق وتعجنيها تاني كل ما بتختمر اكتر، كل ما بتنشط اكتر. بصي شكلها هنا بسم الله ما شاء الله. انا هاخدها بهي بعد ما تجلتها كده واستنيت عليها كام ساعة، خبزت عليها عجنت بيها العجين. طب انا عايزة دلوقتي اخزنها. العجين ما اخدش كمية الخميرة دي كلها، اخزن الخميرة دي ازاي؟ علشان اخزن الخميرة دياتي بروح احط عليها دقيق واكبسها بالدقيق كويس خالص، وكل قطعة من كده بعملها كرات، مثلا تتقطع 3 كرات 4 كرات زي ما انت عايزة، على حسب الكمية اللي بتكفيكي في كل عجنة. انت عينك ميزانك، بتحتاجي قد ايه من الخميرة. الخميرة دي خدوا بالكم لما اهالينا كانوا بيعملوها كده وكانوا بيشيلوها زمان، كانت بتتشال كده في الدقيق، والدقيق كان محطوط في الفخار وما كانش فيه حر بالطريقة دي. لكن احنا دلوقتي علشان نعملها كده ونشيلها لازم نحطها في كيس بلاستيك مع كمية من الدقيق وتحطيها في الفريزر. الطريقة دي كانوا بيقولوا عليها اجدادنا زمان، كانوا بيقولوا عليها الحدق. لو انتوا حد تعرفوا حد من الناس القديمة الكبيرة في السن هيقولوا لكم ان دي كانت طريقة عمل الحدق، اللي هي باجي خميرة العجنة بتاعت النهاردة علشان نعجن عليها العجنة التانية الاسبوع الجاي او بعد 10 ايام، او نوزع منها للجيران. لو اي واحدة جيراننا عايزة تخبز وما عندهاش خميرة كانت تيجي تاخد حتة من الحدق ده اللي هي الكرات دياتي وتحطها في المية الدافية وتفككها وتسيبها لما تدوب وتعجن عليها عجنة صغيرة، اللي هي ايه بداية التخمير. بداية التخمير تعمل حلة خميرة، تعمل حاجة اسمها ايه زي اللي انا عاملاها كنت كده وكنت باخد منها، اسمها حلة خميرة. حلة الخميرة دي اساسا بنعملها بكورة الحدق، كورة الحدق. تمام، شايفين زي ما انتوا شايفين كده انا بحط الدقيق في الكيس، خلاص هحط دقيق تحتيها يعني في الكيس من تحت، وبعد كده بحط الكورة بتاعت الحدقة عليها، وبعد كده بحط دقيق تاني وبقفل الكيس كويس وبطلع منه كل كمية الهواء الموجودة، لان دي لو اخدت هواء هتنشف وهتبوظ، ويعني لما اجي هربي عليها بعد كده هتطلع الخميرة مش حلوة. فانتي لما تيجي تعمليها وتحطيها في التلاجة لازم تطلعي منها الهواء كويس وتلاحظي وتاخدي بالك ما تخليش التلاجة او اي حاجة فيها مية تتكب عليها. هنربطها، ودول عملوا معايا 4 كرات من الخميرة يكفوني في كل المخبوزات اللي هنخبزها بإذن الله أيام عيد الضحية. كل سنة وانتم طيبين. أنا ديني قلت لكم على طريقة عمل الخميرة وطريقة حفظها. الخميرة دي كويسة جدا، مفيدة لينا، ما فيهاش مواد كيميائية، وبتغذي البكتيريا النافعة اللي موجودة في الجسم. ده غير ان كمان في ناس بيبقى عندها ألم في القولون من أكل المعجنات. لما الناس اللي بتاكل معجنات أو بتاكل مخبوزات أو بتاكل أي أنواع من أنواع العيش بتلاقي بيحصل عندها انتفاخ وبيحصل عندها ألم في القولون. الخميرة دي ما بتعملش أي ألام في القولون زي الخماير الصناعية. تمام، دي خميرة طبيعية جدا. بصوا هم عملت معايا 4 قطع، بعد كده بتاخدي كل قطعة منهم على حسب ما انتي بيكفيكي قد ايه في الخبيز، بتاخدي 4 قطع منهم، بتاخدي كل قطعة منهم وتخبزي عليها وتعمل عليها حلة الخميرة بتاعتك. لحد هنا كده انا خلصت، ويا ريت تجربيها وتقولي لي رايك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.